لو بتحب الحلويات الباردة الخفيفة جربي معايا كيكة جوز الهند، وصفة سهلة وسريعة وهتبهري بيها كل اللي يدوقها. في البداية هيكون معانا 200 جرام بسكوت شاي أي نوع بتحبيه، وهنكسره قطع صغيرة بنفس الطريقة. وبعدين على النار هنحط حوالي 200 جرام شوكولاتة مطبخ بيضة، وهنحط عليها تلت كوباية لبن ومعلقة زبدة، وبعدين هنحطهم على النار لحد ما تدوب الشوكولاتة زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد كده هنسيبها لما تبرد تماما، وبعدين هنحطها على البسكوت بنفس الشكل ونقلبهم مع بعض. بعد كده هنحضر صينية وهنحط فيها البسكوت زي ما احنا شايفين. بعد كده هنسيبه لما يبرد. بعد كده هنبتدي نحضر الطبقة التانية وهي طبقة الكريمة. هنجيب 3 كوبايات لبن، هنحط عليهم 3 معالق كبيرة هرمية دقيق ومعلقة واحدة سكر وفانيليا، وهنقلبهم على البارد. بعد كده هنرفعهم على النار مع التقليب المستمر. بعد كده هنحط معلقة زبدة ونستمر في التقليب لحد ما القوام معانا يكون بنفس الصورة زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد كده هنسيبها لما تبرد تماما، وبعدين هنصبها على طبقة البسكوت اللي عملناها قبل كده. وبعد كده هنبتدي نحضر الطبقة الثالثة وهي طبقة الكريم شانتيه. هنجيب حوالي نص كوباية كريم شانتيه سايب أو كيسين كريم شانتيه، ونحط لهم حوالي كوباية لبن بارد جدا. بعد كده نبتدي نضربهم لحد ما القوام يتماسك معانا بنفس الصورة. بعد كده هنضيفهم على طبقة الكريمة بعد ما تكون بردت، ونبتدي نسويها في الصينية بنفس الشكل زي ما احنا شايفين مع بعض. وبعدين هنحط على الوش جوز الهند، وهو ده اللي هيدي الطعم التحفة. بعد كده هنقطعها بنفس الصورة ونزيد الوش بكرات جوز الهند وصوص الكريم كراميل زي ما احنا شايفين مع بعض. قد ايه شكلها تحفة وشكلها جميل وخفيفة جدا وهتعجبكم، وياريت تجربوها. وده شكلها بعد ما قطعناها. قد ايه خفيفة، هي خفيفة وطعمها تحفة وهتشرفك قدام ضيوفك. وما تنسوش اللايك والاشتراك وكومنت حلو زي قلبكم، واستنوني في فيديو جديد، ومع السلامة.